علشان محدش يقول يا جماعه ان انا صورت الهرم والهرم فاضي، عشان محدش يقول انا صورت الهرم والهرم فاضي اللي هو هرم خوفو. انا بوريكم قد ايه الاف الناس موجوده عند سفنكس. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بس انا بوريكم مسار الزياره الخطا عمل ايه. ادي الزحمه اهو عند سفنكس، ومش عايز اقول لكم يعني انا استنيت لغايه ما في ناس كتيره قوي مشيت اهوت وعشان اصور. ولكن طبعا عند هرم خوفو مفيش حد تقريبا، يعني 10 12 واحد اللي احنا صورناهم. ودلوقتي ادي هو عند السفنكس، وده يأكد ان مسار الزيارة كان خاطئ في الاساس. يعني انك تبدأ بانوراما وانك انت تمنع دخول العربيات بتاعة السياح، ده قرار خاطئ اساسا من الاساس. عايزين تزودوا التعريفة وتقولوا الاتوبيسات عليها فلوس، قولوا من الاول وكونوا صرحاء. قولوا مثلا الاتوبيس عليه 20 دولار 30 دولار 50 دولار، العربية الكوستر عليها 20 دولار 30 دولار، العربية الهاي اس عليها 10 دولار 20 دولار. وهاتوا من الاخر وريحوا الناس وخلوا الناس تدخل باتوبيساتها عشان تعمل زيارة هرم مستريحة. ومش هتفرق مع الشركات ال 30 40 دولار اللي هتدفعها على الجروب او ال 20 دولار اللي هتدفعها بالنسبه للعربيات الصغيره، واخد بالك، او من ضمن وكله على حساب الجست. يعني عشان بس نبقى واضحين وصراحه. ده خبره مرشد سياحي ليه 31 سنه مرشد سياحي. فيعني شكرا جزيلا طبعا للموضوع ده.